السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أنا طالع في فيديو قصير النهاردة علشان أقول لكم أخبار كويسة جدا من موقع رايتبلز لتسويق السيناريوهات. تابعوا معايا علشان الأخبار دي تخص كل الناس اللي كانت عايزة تشارك في الموقع وترفع أعمالها للتسويق من خلاله. أكتر من حد من حضراتكم كان كتب لي كومنتات وبعت لي رسائل بيشكو من انه مبلغ $100 اللي بيطلبه الموقع لرفع العمل ودخوله لمرحلة التقييم والمراجعة هو مبلغ يعني مرتفع بالنسبة للظروف الحالية، وهيكون عقبة قدام الكاتب انه يشارك في الموقع. فانا الحقيقة اتكلمت مع الشباب مؤسسين ومديري الموقع، وهم تفهموا ده ورحبوا ان هم يعني يعملوا تخفيض لمتابعين القناة. يعني هيبقى في تخفيض على الموقع لأي حد بيتابع أوراق تي في أو بيتابعنا على يوتيوب، هيبقى ليه خصم. الخصم ده لسه ما اتحددش. أنا طالع النهاردة عشان أقول لكم إنه اللي عايز يشارك في الموقع ويرفع عنده عمل جاهز هيرفعه على الموقع ويدخله مرحلة التقييم، يكتب اسمه في كومنت على الفيديو ده بالتحديد، مش على أي فيديو تاني يا جماعة من القناة. يكتب بس اسمه في كومنت، علشان هم طلبوا مني أعرف العدد اللي هيشارك في الموقع من خلال القناة هيكون في حدود قد إيه، وبناء عليه هيحددوا قيمة الخصم هتكون كام. لكن في خصم في خصم، يعني في خصم خلاص، ده اتفاق بيننا وبينهم، مفيش مشكلة فيه. لكن احنا بنتفاوض في قيمة الخصم ده قد ايه. قيمة الخصم ده هتتحدد بناء على العدد اللي هيكتب اسمه كراغب في التسجيل في الموقع، وبناء عليه انا هقول لهم انه العدد هيكون مثلا في حدود كذا، فهيقرروا الخصم هيكون كذا في المية من مبلغ $100. فرجاء اللي عنده عمل جاهز وعايز يرفعه على الموقع يكتب لي اسمه في كومنت، علشان انا اقول لهم انه العدد المتوقع يعني ان هو يشارك من خلالي هيكون كذا، وبناء عليه هيقولوا لي هيبقى ليهم خصم كذا في المية. انا هرجع اطلع في فيديو تاني واقول لكم ان انتوا هتدفعوا مبلغ كذا بدلا من $100، هيبقى لكم خصم عليه نسبة مئوية. فطبعا مش يعني اكيد انتوا فهمتوا انه قيمة الخصم هتتحدد بناء على العدد اللي هيكتب اسمائه ورغبته في التسجيل، وكل ما العدد زاد هيكون الخصم افضل. فيا ريت كل اللي عنده عمل، حتى لو العمل لسه هو في مرحلة التجهيز وبيجهزه، يكتب اسمه في كومنت على الفيديو ده علشان نقدر نجيب للناس خصم يكون كويس يعفيهم يعني من عبء $100 اللي بيشترطها الموقع لرفع الأعمال عليه. إن شاء الله موفقين بإذن الله. هنتظر منكم الأسماء تتكتب في كومنتات على الفيديو ده تحديدا، مش على أي فيديو تاني على القناة، علشان ما نتوهش بس. وبناء عليه أنا هتناقش معاهم في قيمة الخصم، وهرجع برضو خلال الأسبوع ده إن شاء الله أطلع لكم في فيديو تاني أقول لكم إن الخصم بقى كذا، وهقول لكم الطريقة اللي انتوا من خلالها هتقدروا تاخدوا الخصم ده على موقع رايتبلز. فبشكركم وبتمنى لكم التوفيق، ويا ريت كل اللي عنده عمل هيشارك بيه في الموقع يراجعوا مراجعة دقيقة جدا، لأنه بالتجربة المراجعة على الموقع، إدارة الموقع ده يا جماعة بتراجع مراجعة دقيقة جدا، وعندهم ناس متخصصين وبيراجعوا الأعمال بدقة شديدة، علشان لما يرفعوا حاجة عندهم، ده حسب ما قالوا لي، تكون مشرفة بالنسبة لهم لأي منصة أو شركة إنتاج هتدخل تقرأ عمل متكامل واحترافي، علشان ده هيساهم في رفع أسهم الموقع ذاته في السوق، ويتعرف عنه سمعة إن هو مش بياخد أعمال وخلاص ويعرضها للتسويق، لا ده بيختار أعمال تكون قيمة ومحترمة وكتابتها مكتوبة بشكل احترافي جدا. فراجعوا أعمالكم كويس جدا، واللي محتاج يبص على الأعمال من جديد يبص عليها. راجعوا أي أخطاء موجودة، أي حاجة أنتوا حاسين إنها ضعيفة غيروها، ما تستعجلوش. خدوا وقت شوية في مراجعة أعمالكم وتدقيقها، وارجعوا شوفوا الفيديوهات اللي على القناة من تاني في لأي مرحلة أنتم محتارين فيها، سواء مرحلة الشخصيات أو المعالجة أو كتابة الحلقات. وظبطوا أعمالكم كويس جدا، لأنه زي ما بقول لكم اللجنة اللي في موقع رايتبلز ما بترحمش، وبتكتب تقارير دقيقة جدا عن الأعمال اللي بتعرض عليها. وبالتالي مش عايزين نودي عمل ويترفض أو ياخد تقييم سيء، هيبقى ده حاجة مش لطيفة بالنسبة لنا يعني.
فراجعوا اعمالكم كويس جدا وجهزوها، واكتبوا لي اسماءكم في كومنتات على الفيديو، وانا هحاول اوصل معاهم لاقصى قدر ممكن من الخصم على مبلغ ال$100 ده، علشان يبقى رفع الاعمال على الموقع اسهل من كده بكتير. وان شاء الله موفقين، واشوفكم كلكم ناجحين، واعمالكم ماليه السوق ومكسره الدنيا يا رب ان شاء الله. بالتوفيق، وهنلتقي قريب جدا ان شاء الله بعد ما اوصل معاهم لقيمه الخصم، وارجع في فيديو جديد اقول لكم قيمه الخصم قد ايه، وانتم ممكن تحصلوا عليه ازاي، ايه الطريقه لكده. شكرا، ونلتقي قريبا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.